وهذه قصة حدثني بها أحد المشايخ ممن نثق فيه ونحسبه والله حسيبه. يقول: هذه فتاة وهذا الشاب تواعدا على معصية الله على مرأى ومسمع من الله، فركبت معه في سيارته. كانت ضحكات لكنها حذرة وقلوب وجلة، خوفا من الناس وفي ظل أمن من رب الناس سبحانه. وبعد أن أقنعها بأنه قد شغف قلبه بحبها وأنه طار هيمانا بها وقلبه مشتاق لها، وساعده ثالثهما الشيطان، فوافقت بعد خوف وتردد، بعد أن أقنعها أن السيارة لا تصلح للقاء لأن الناس حولنا والسيارات. فبعد الخوف والتردد والإلحاح وافقت، لكن بشرط أن يذهب إلى مكان آمن، لأنها كانت تحس بخوف، مكان آمن لا يراهما فيه الناس. فاستغل تلك المبادرة وقال مستهترا وبحيلته متظاهرا بثقته، قال: مكان لا يرانا فيه الناس، والله لا أخذك إلى مكان. ثم تبرأ منه لسانه، قال: مكان لا يرانا فيه الناس، والله لا أخذك إلى مكان الله ما يرانا فيه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله ما يرانا فيه. انظر وانظري إلى أين أوصلها الشيطان. رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا، يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. والله لأوديك المكان الله ما يرانا فيه. فسمعه من؟ سمعه الله، سمعه الله جبار السماوات والأرض الذي يراه، الذي حرك قلبه وأجرى دماه. سمعه الجبار الذي خسف بقارون، سمعه الجبار الذي أغرق فرعون. فأطلق الجبار أوامره من فوق عرشه سبحانه، أوامره التي لا ترد ولا معقب لها. فإذا بمداهمة ليست كالمداهمات، مداهمة تحركت من فوق السماوات، فإذا بها مداهمة لا تأخذ الأجساد بل تأخذ الأرواح. فلما استخفيا من الناس وأمنا من مكر الله وتوارت عنهما أعين الناس ظنا أن لا رقيب. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لما خلع ملابسه فإذا به يخر من طوله، أوقف الله قلبه وعطل أركانه وأخرس لسانه، فإذا به يخر منكبا على وجهه عليها. قامت تقلبه يمنة ويسرة، تلمس نبضه، تحس أنفاسه لا أنفاس ولا نبض. فإذا بها كالمجنونة صدمت بصعقة كصاعقة نزلت عليها من السماء، خرجت ونسيت نفسها عند الناس وهي تصرخ بعد أن مات، وهي تقول: يقول ما يشوفه أخذ روحه، يقول ما يشوفه أخذ روحه. فلما آسفونا أي لما أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أي أن يعجزونا، ساء ما يحكمون. يقول سبحانه: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. لكن كيف وجد تلك النهاية؟ بل كيف
انتزعت الروح، وكيف انتزعها ذلك الملك، وعلى أي حال صعدت روحه إلى السماء؟ بل ماذا حكم عليه رب الأرض والسماء؟ وكيف قابله منكر ونكير؟ وكيف حاله الآن وقد سالت العيون على الخدود؟ بل كيف به وقد عاث في أنفه وبطنه الدود؟ وكيف سيقف مع هذه الخاتمة؟ كيف وقفته أمام الجبار ذي البطش الشديد؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب.